ايه زين اخويا شو اسمه ذو الفقار المغربي، انا اسالك سؤال، مسألتك تجاوبني بصراحه. زين وبعيدا عن السطحيات والفقهيات والعواطف، تفضل. انت شنو، او خليني اكلمك بالفصحى شويه، ما الذي دعاك ان تترك مذهب اهل السنه والجماعه وتعتنق التشيع؟ هل رايتنا اشركنا بالله، كفرنا بالله، خرجنا عن القران والسنه؟ جوابك عقدي وليس فقهي، ما اريد اسمع لطميات وعواطف وبواتي، ارجوك. شكرا. أول شيء الذي جعلني أتشيع هو حديث كتاب الله وسنتي. دائما كنت أسمع مشايخي الأعزاء الذين كنت أحبهم وأستمع لهم، كانوا يرددون دائما في المساجد وفي القنوات حديث المكذوب على رسول الله، وهو حديث كتاب الله وسنتي، يذكرونه في القنوات في أي مكان. وإذا بي في يوم من الأيام أسمع أن هناك حديث آخر وهو حديث كتاب الله وعترتي. هذا الحديث لم أسمع به في حياتي، دائما كنت أسمع كتاب الله وسنتي. وفي الأخير بعد البحث تبين أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله. والصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي. بكل عقل، كل إنسان له عقل، ماذا يعني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا؟ لن نضل. بما نتمسك؟ بالكتاب. إذا تمسكنا بالكتاب لن نضل فقط بالكتاب؟ لا، رسول الله ربط بعدم الضلال بالكتاب والعترة. إذا تمسكنا بالعترة لن نضل. طيب نحن تمسكنا بالعترة، ماذا سنأخذ من العترة؟ ملابس؟ ألعاب؟ لا، سنأخذ منهم سنة رسول الله، لأنهم هم الذين يفسرون القرآن، هم أعلم بالسنة. قال رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. مطهرين معصومين بنص آية التطهير. فإذا أنا حتى لا أضل أتبع كتاب الله وعترتي. فهذا فقط جعلني أبحث حتى بدأت أتوصل إلى رزق الخميس، حاولوا قتله يوم العقبة، وإلى ما شاء الله من جرائم ما تسمونهم صحابة وهم في الحقيقة عصابة. هجموا على دار الزهراء، كذبوا عليها، كذبوا على رسول الله، ماتت الزهراء وهي غاضبة عليه. يعني كثير من الأحاديث إذا جلست وحدك هكذا تتأمل فيها تتضح لك الصورة، ولكن إذا استعملت العقل. أما إذا أخذت عقلك ورميته في القمامة فلن تصل إلى أي شيء. تفضل. يعني الصحابة ما رأوا أي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقط آل البيت بس علم قبل الرسول من الصبح لليل اسمع منه، بس علم. رسول الله بين لك طريق واضح، قال لك: تريد النجاة ألا تضل، اتبع الكتاب والعترة، هذه هي الطريق. أنتم لا، أخذتم طريق آخر، إذا أنتم ستضلون أكيد. لماذا رسول الله قال كي لا تضلوا اتبعوا الكتاب والعترة؟ فأنا حتى لا أضل من أين سأخذ السنة؟ من أين سأخذ تفسير القرآن؟ من أين سأتعلم ديني؟ سأتعلمه من الطريق الصحيح الذي رسمه رسول الله، وهو الكتاب والعترة. الطريق من هناك يا ذو الفقار، حاضر يا رسول الله. أما أنتم لا، يقول لكم طريق من هنا، لا، أنتم تأخذون طريق من هنا، كتاب الله وسنتي. طيب من أين تأخذون السنة؟ أبي هريرة، عائشة، أبو بكر، عمر، هؤلاء هم من وصلوا لكم الدين، فنحن لا نتبع هؤلاء. لماذا؟ حتى وإن كان هؤلاء مثلا هم من أوصلوا لنا الدين، هل هؤلاء مؤمنون أم منافقون؟ أكيد منافقون. هجموا على رسول الله، حاولوا قتله، رموه بالهجران، عائشة تكذب على رسول الله، أبو هريرة يكذب على رسول الله. فأي دين من هؤلاء الأشخاص حتى يجب أن نبحث هل هؤلاء الأشخاص نأخذ منهم الدين، هم مؤهلين أصلا أم لا؟